السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى قلت أعمل لكم بقى إيه عجمية بقى، عشان إيه إن شاء الله العيد بإذن الله. قلت أبتدي معاكم كده كل فترة أعمل حاجة، كل يومين يعني أعمل لكم حاجة كده من كحك العيد كده، عشان نشارككم معايا بقى كده. إن شاء الله ربنا يكرمنا كده ويجي العيد علينا وإحنا في أحسن حال يا رب. هنا بقى عملت العجمية بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة ومش مكلفة وبأقل إمكانيات، وهتجربيها وهتشوفيها معانا. هنا بقى شايفين حطيتها في الفرن واستوت كده زي ما انتوا شايفين، جميلة تحفة يا جماعة. ولا ريحتها بقى ولا طعمها بقى. طبعا العجمية دي بتتباع في المحلات غالية، احنا هنعملوها النهاردة بطريقة اقتصادية وجميلة وتحفة، ما تفرقش كتير عن اللي بتتباع بره غالية خالص. العجمية دي طبعا بتتباع في المحلات الكبيرة غالية قوي يا جماعة. احنا هنعملوها بقى بطريقتنا بقى وجميلة، والطعم هو. شايفين المنظر؟ شايفينها قبت وجميلة ازاي ونافشة وحلوة وجميلة، والطعم كمان يعني الطعم بتاعها بصراحة تحفة يا جماعة والله. اللي هيجربها بقى هيقول بقى ايه، ماما ليلى عاملة العجمية بطريقة جميلة بصراحة. هنا شايفين انا كنت طلعتها بقى من الفرن ورصيتها كده، وهنرش عليها السكر بتاعنا. طبعا ده على حسب الرغبة، لو عايزة عليها سكر زي ما انت شايفة كده برش كده عليها سكر. لو عايزة تخليها كده من غير سكر، دي بترجع بقى ايه طبعا اللي كنتوا زي ما انتوا شايفين كده. انا رشيت عليها سكر كده عشان بتبقى جميلة، يبقى السكر تشرب السكر بتاعنا كده، وهي محشية عجمية من جوه جميلة يا جماعة. الطريقة دي سهلة وبسيطة خالص. وطبعا اللي هتشوفوا الامكانيات اللي عاملة بيها امكانيات مش مكلفة خالص، وهتعملي احلى كده ايه عجمية لولادك في العيد، ولو جالك ضيوف ولا حاجة هتقدميها كده طبعا بطريقتك بقى، وحاجة روعة زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة بقى نقوله بسم الله كده. اول حاجة هنعمله العجمية بتاعتنا. هنا معانا كده ايه معلقة سمنة، طبعا بيستحب السمنة يعني، انما لو عايزة تحطي زبدة عادي، هو يا زبدة يا سمنة يعني، بس انا حطيت سمنة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا برضو السمنة اللي انت عايزاها، عندك سمنة عادي سمنة بلدي طبعا اللي موجودة عندك. هنا طبعا انا معلقة السمنة بتاعتي حطيتها كده. وهنا بقى جايبة ايه ربع كيلو سوداني محمص من غير ملح، وعملته كده لفة واحدة كده في الكبة يعني او المطحنة زي ما انتوا شايفين، يا دوبك كسرته حتت. وهنا معلقتين من السمسم معانا. طبعا احنا بنعمله دي بدل ايه، بدل اللوز والبندق والمكسرات وعين او عين الجمل او اي حاجات من دي. احنا بقى بنعمله بقى بطريقتنا بقى، وطريقتنا هتطلع جميلة والطعم كمان احلى من لما تعملي مكسرات كمان. هنا طبعا زي ما قلت لك كده معلقة سمنة او معلقة زبدة، وربع كيلو السوداني كده المجروش دوت، ومعلقتين سمسم، معلقتين من السمسم كده ابيض او احمر اي نوع عندك. الامكانيات بتاعتها بسيطة وجميلة، وهتطلعي احلى عجمية. هنا بقى انا هطلع منها الرطوبة كده ومطية طبعا البوتاجاز خالص، بحيث عشان تطلع بس الرطوبة وتتحمص معايا. وأعطتني بقى ريحة معلقة الزبدة كده أو السمنة مع السوداني المجروش مع السمسم، عطاني طعم جميل يا جماعة وريحة بقى. يعني دلوقتي بقى اللي معايا بقى وشم الريحة بقى تحفة. انا موطيه زي ما بقول له كده عشان ما تحرقش معايا. بصوا اللون ده انا عايزاها بقى تحمص كده. هنا بقى كنت جايبه نص كيلو من الملبل كده زي ما انتوا شايفين. طبعا دي الملبل ده جبته بدل العسل النحل، يعني في بيحطوا بيحمروا معاها دقيق ويحطوا عسل نحل. انا ما حطيتش دقيق ولا حطيت عسل نحل. مش بقول لكم اقتصاديه وجميله وطلعت تحفه يا جماعه. الحشوه دي جربوها كده، هتعملوه مش هتعملوا الا بيها الحشوه دي. الملبن بصوا بحاول بقى ايه يسيح بقى كده مع السوداني بتاعنا والسمسم، وهيبقى جميل. شايفين اكنك حطيتي بقى ايه دقيق، عملتي بدقيق. ما هو في ناس بتحمر الدقيق وبتحط عليه ايه عسل نحل. انا بقى عملته بالطريقه دي طلع تحفه يا جماعه، باقل امكانيات وطريقه اقتصاديه. والطعم بقى ما اقولكوش على الطعم. الحشوه دي جميله اوي، العجميه دي جميله. انا بحاول بقى بصوا شايفين لو حته كده مكتله لسه معاكي من
من الملبل كده، تعمليها بقى كده زي ما انت شايفة، تنعميها كده معاكي عشان تبقى كلها كده ما فيهاش قطع ملبل او حاجة، بتبقى كلها سايحة في بعضيها كده ومتماسكة، طلعت متماسكة وجميلة. شايفين كل مدى بتتماسك ازاي؟ بس ما تسيبهاش على النار ياما، يعني انا مجرد ما حطيت الملبل كده، وطبعا موطيه النار زي ما قلت لكم، وقعدت اهرس فيه كده لغايه ما بصوا شايفين السوداني كده تماسك مع الملبل مع السمسم مع معلقه السمنه اللي حطاها. بصراحه ريحه بقى، تشموا الريحه بقى تحفه يا جماعه. ما مش هتفرق حاجه عن المكسرات او العسل النحل. احنا عملناها بالملبل، الملبل جميل طبعا، وكده كده بيتعمل بيه كل يعني كحك او معمولة اي حاجة. انا عملت بالطريقة دي، سبته بقى يبرد شوية. هنا بقى نقوله بسم الله. برضو معانا ايه؟ هنا بقى الكيلو الدقيق بتاعنا، حطيته كده في العجانة زي ما انتم شايفين. وطبعا دي بقى ما بيتحطش عليها خميرة، هنحط باكو وبيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده، باكو واحد على كيلو دقيق. طبعا لو ما عندكيش عجانة هتقلبي بايديكي عادي، وكنا بنقلبه بايدينا عادي يعني. انا قبل ما اجيب العجانة كنت بعمل كل حاجة بايدي يعني، بس طالما موجودة العجانة اهو بنعمل بيها. اهو زي ما انتم شايفين كده بيتقلب الدقيق على الفيلم باودر كده، بيتقلبوا مع بعض كده. انا بقى يعني شوية كده بخلطهم بس مع بعض كده في اول حاجة دي. وطبعا ذرة ملح بسيطة كده ما تسكرش، بتحطيها برضو مع الدقيق. هنتقلب كويس. هنا بقى معانا نص كيلو من السمنة. طبعا مش هينفع تحطي لو زبدة تسيحيها عشان تطلعي منها بقى ايه اللبن، بس انا حطيت كده يعني الافضل سمنة. السمنة زي ما بقولك كده، اي موجودة اي سمنة عندك، يعني سمنة بلدي سمنة عادية عادي مش مشكلة، بس المهم سمنة. ويستحسن يكون سمنة لونها ابيض، يعني ما تكونش صفرة، عشان ما تصفرش العجينة بتاعتنا. احنا عايزين العجينة بتاعتنا كده بيضة حلوة عشان ما تتحمر، تبقى باينة ان انت ايه شايفاها وهي بتتحمر كده وحلوة. يعني هي دي الاساس، التكاية دي مهمة جدا. هنا بقى حطيت السمنة كده، انا حطيت الكيلو دقيق وحطيت عليه البيكنج باودر باكو وذرة ملح ما تسكرش كده، حاجة بسيطة قوي ما بين صوابعك كده. وحطيت نص كيلو السمنة بتاعتنا. بص انا بجيب اللي في الحروف بس كده. انا عايزه بقى، شفتي انت ما بتبسي بقى بايدك اللي بتحطي السمنه وتبسيها؟ طبعا اللي بيعمل عارف يعني ايه، بس يعني بايديكي كده بتفضلي تفركي في بعض لغايه ما تبقى ايه زي الرمله المبلوله كده. اه هنا بصي شايفين برضو بتضرب كده الكبه معانا لغايه ما الاقيها بقتش الدقيق ما بقاش فيه ايه دقيق ابيض، يعني بقى كله مخلوط بالسمنه. يعني عايزه الدقيق بتاعنا يبقى كله سمنه، مش عايزه بقى يبقى فيه ايه دقيق من غير السمنه، بحيث يبقى ايه العجينه اما تعمليها تبقى مظبوطه معاكي. اه هنا بصوا شايفين بعمل ازاي، بقى زي الرمله المبلوله كده، وشرب السمنه بتاعتنا اللي حطيناها، بقاش فيه دقيق، يعني مبقاش فيه دقيق، كله ايه مخلوط بالسمنه. التكايه دي مهمه قوي. هنا بقى هنحطه ايه؟ فانيليا. طبعا دي العجميه غير الكحك يا جماعه. الكحك طبعا انت بتحطي له خميره، وبتحطي له روايح كحك وكده، انما ده مش دي عجميه، دي اسمها عجميه مش كحك، يعني مش الكحك العادي اللي بنعمله. انا لسه ان شاء الله هعمل معاكم بقى فيديوهات كلها. وبتتعجن بالزبادي على فكره. الكيلو الدقيق خد معايا يا جماعه بالظبط 450 جرام زبادي. انت شوفي العلب الزبادي اللي هتجيبيها حجمها قد ايه، وشوفي مكتوب عليها العبوه بقى قد ايه بتاعتها، واحسبي كده 450 جرام زبادي. الكيلو خد معايا بالظبط كده، يعني انا عشان بقول لكم المقدار مظبوط. خلي بالكم المقدار ده مقدار مظبوط قوي يعني، المقدار ده مظبوط قوي. وهنا بقى هنحط ايه حطيت الكام علبة كده دولت. بس انا جايبة يعني ايه، جبت العلب على قسم ايه، شفتهم كده العيار بتاعهم ايه، وجبت على قدهم يعني 450 جرام. وهنا سرعت العجانة بقى عشان ايه هنحط بقية الزبادي بتاعنا.
انا حطيتهم على مرحلتين طبعا، عشان في دي اصلا بيشرب السوائل وفي دي ما بيشربش، يعني انا قلت برضو ايه احط واحده واحده واشوف. طبعا عشان انا عارفه العيار، لقيت لسه حطيت بقيه الايه 450 جرام الزبادي. في علب كبيره بتبقى على بعضيها كده، وفي علب متوسطه، وفي علب صغيره كده. بقى عشان كده قلتلك ايه بالعيار مظبوط، العيار ده مظبوط قوي. اه هنا حطيت بقيه ال 450 جرام بتوعنا الزبادي. الطريقة دي مظبوطة قوي يا جماعة، ومشي عليها كده يعني هتعتمديها على طول، وطريقة جميلة وسهلة. وزي ما قلتلك كده انت بتعملي عجمية مش مكلفة خالص، وبأقل امكانيات، وعلى قد الايد زي ما بيقولوا. هنا شايفين بقى انا كده حطيت خلاص الزبادي بتاعي. العجينة بقى تطلع معايا جميلة ما شاء الله، طلعت جميلة تحفة كده. سبتها بقى الخدمة بقى بتاعتها. ولو انت عجنتي بايدك افضلي بقى اخدمي فيها كده لغاية ما تبقى العجينة حلوة معاكي. يعني لا هتحطي بقى لبن ولا هتحطي مية ولا هتحطي الكلام ده، هو الزبادي بس. انا شايفين بقى كده ايه العجينة بقت جميلة معايا. قلت خليها برضو ايه ازود خدمتها شوية، كل ما بتخدميها كل ما بتبقى العجينة كده ايه زي الملبن جميلة قوي. الطريقة دي جميلة طبعا. انا لسه ان شاء الله هعمل معاكم بقى بقية حاجة العيد ان شاء الله. انتظروني باذن الله في كل الفيديوهات، باذن ان شاء الله كل فيديو هعمل لكم حاجة ايه، حاجة شكل. ومش هنعمل كميات على فكرة، يعني دي بصوا انا عاملة كيلو العجمية. هيلاقي الكيلو ده، بصوا العجينة بقت بصوا زي الملبن معايا جميلة ازاي، شايفين؟ مظبوطة قوي. الطريقة دي مظبوطة قوي، والمقادير بتاعتي مظبوطة قوي يا جماعة. اه بصي العجينة جميلة ازاي، شايفين؟ طلعت تحفة بصراحة. شايفين؟ بوريها لكم كده. هسيبها بقى كده ترتاح بقى كده شوية، وهنغطيها بقى بستريتش واسيبها شوية ترتاح كده عبال ما ايه نحضر الحاجة اللي هنعمل فيها. ومش هنغيب يعني هنعملها على طول. يعني انا عملت العجمية الاول، وانا عملت العجينة اهيت بتاعتنا بتاعت العجمية، دلوقتي هنشتغلوا بقى فيها. هنا بقى جبت زي ما انتم شايفين، قعدت بقى كده وايه، قلت اجيب لكم وانا قاعدة كده بقى ايه بيبقى فرحة بقى فاكرين بقى زمان بقى واهالينا كانوا لما نقعدوا في الارض ونحط الطبلية على الارض يا جماعة، نحط الطبلية ونحط كده السجاد بقى والحاجات دي. ونعمله بقى، وكانت بتبقى فرحة. يعني بصراحة كانت بتبقى فرحة جميلة. بتعملي كده وانتي مبسوطة بقى كده، ولو ولادك بقى صغيرين ولو حواليكي ولو كبار بقى كده، بيبقى فرحة جميلة. شايفين بقى العجمية لما عملتها وسبتها يا دوبك شوية كده بردت بس كده، بصوا ما بتلزقش في الايد وجميلة. تكوري بقى كور كده، ما يعني معقولة زي ما انت شايفة، شوف حجمها قد ايه. انا كمان خدت منها يعني وانا بعمل لقيتها يعني كبيرة قوي، صغرت كمان شوية. طبعا انتي لو عايزة كحكاية كبيرة شوية، العجمية ديت عايزاها كبيرة شوية العجينة، كبريها. لو عايزة تصغري تصغري، ولو عايزة برضو العجمية تصغريها شوية صغريها. دي طبعا الحجم ده على حسب ما انتي بتحبي حجمها قد ايه. هنا بقى قاعدة بقى كنت بتكلم بقى زي ما انتوا شايفين كده. قعدت بقى كده وانا قاعدة كده يا جماعة، برضو احسن من الوقفة في المطبخ. يعني ما تعملي الحاجات دي كده وانتي قاعدة بتتمكني اكتر كده، وتعملي برواقة كده. ولو كمان عندك فطارك بقى، انا كان عندي فطار النهاردة بقى ايه، قلت انا بقى ابدأ بقى ان شاء الله. انا يعني انا لسه ما بدأتش لغاية دلوقتي في الحاجات دي طبعا. عبال ما اعمل بقى الاشكال اللي هعملها كل ما يعني الحاجة كلها مثلا كحك بقى والعجمية والبسكوت والبيدفور والغريبة والقراقيش والحاجات الجميلة دي كلها، لا انا الحق نفسي وابدأ بقى. فأيست بقى، قلت طالما عندي اكلي اقايس بقى وايه واخلص اللي ورايا. وبدأت فيهم. الكيلو ما خدش وقت مني، بس ما شاء الله هو كيلو دقيق مش هيطلع لك كيلو طبعا. الكيلو دقيق بصي انت حطيتي كيلو دقيق، وحطيتي نص الملبن، وحطيتي نص كيلو سمنة، و450 جرام الزبادي. يعني بصي الكيلو هيطلع لك حوالي، الكيلو دقيق بالحاجات اللي عليه هيعمل لك حوالي 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص.
شوفي بقى يعني مش هيبقى كيلو، لا ده بص هيتضاعف وهيبقى جميل. بصي العجينة جميلة معايا ازاي. هنا بقى بغطيها تاني، تغطيها تاني برضو عشان ايه تحتفظ كده، بتبقى طرية معاكي وحلو. هنا بحاول بقى كل ما تاخدي حتة بتحاولي تطريها تاني كده. اهو بصوا شايفين انا هعملها قد بصوا قد البيضة كده او اكبر من البيضة شوية. بس طبعا اما ما بتحطي فيها، شوفي هي عاملاها صغيرة، اما ما بتحطي فيها العجمية بقى، لما تحطيها في العجينة بتبقى كبيرة، وما ينفعش تعمليها صغيرة. عارفة ليه ما ينفعش؟ لان لو عملتي العجينة صغيرة العجمية هتطلع منها وهتبان، يعني العجمية هتبان من العجينة. فانت على قد ما تقدري، عشان طبعا العجمية دي عبارة عن حشوة، يعني العجمية عبارة عن حشوة، كل لما الحشوة بتاعتها تبقى كبيرة وحلوة كل لما هتبقى هي العجمية كده. يعني احنا طلعنا لقينا العجمية حشوتها كبيرة وحلوة. فانتي طبعا ايه هتعمليها هتبقى كبيرة شوية زي اللي هي الجاهزة برا. طبعا اللي برا جاهزة كده بيعملوها كبيرة مش صغيرة، المحلات بتعمل كبير، مش كل حاجة بتعملها كبيرة مش صغيرة. طبعا العجينة انا كنت بصوا انا يعني انا مصغراها، بس عبال ما سبتها حبة صغيرة لقيتها بصوا العجينة نفشت ازاي. وعبال ما بتحطي فيها العجمية من جوه العجينة بتكبر بقى، يعني شايف بتتضاعف حجمها. ليه؟ زي ما انتوا شايفين انا مكورة العجمية حلوة كبيرة اهي. هتديني بقى ايه حجمها حلو زي اللي بتتباع في المحلات بره يعني. يعني هو في المحلات بره بيعملوا البسكوت كبير، بيعملوا الكحك برضو كبير، المعمولة العجمية دي بيعملوها كبير، مش حاجات صغنونة قوي يعني. هنا بقى هشتغل كده زي ما انتوا شايفين كده، وهنقشها بقى بالمنقاش بتاعنا الجميل. بصوا انا كنت سعيدة وفرحانة وانا بعمل، لاني يعني لما بيجي سنة علينا كده وبنعمله كده بنبقى مبسوطين. ساعات بقى مثلا سنة مش بنعمل ولا حاجة بيبقى الواحد يعني زعلان. هي فرحة وهي عادة، كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. و... وربنا كده يجعله عيد سعيد علينا يا رب، ورمضان كده. والله انا مش عايزة رمضان يخلص يا جماعة، والله انا كل حتى الفيديو اللي فات قايله لكم كده ان انا بحب رمضان قوي 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 يعني. بصوا يعني ببقى فرحانة قوي وسعيدة في رمضان. طبعا هو مش كله اكل ولا شرب يا جماعة، والله يعني رمضان ده عايز بقى ايه يعني عبادة، وعايز يعني صيام وعبادة كده وكل حاجة كده، يعني تبقى لربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنحاول والله ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. هنا بقى طبعا الواحدة كبيرة كده، يعني اللي هو هياخد واحدة هيستكفى بيها، يعني جميلة بصراحة. هنا الكاميرا مبيناها كبيرة قوي يا جماعة، بس هي مش كبيرة قوي كده. يعني انا اما شفت الفيديو بعد ما صورت لقيتها باينة كبيرة، لا بس هي مش كبيرة كده. انا عاملة العجينة اساسا قد البيضة كده، قد البيضة وهي طبعا بتنفش طبعا، البيكنج باودر بينفشها. شايفين هي باينة في ايدي مش زي ما محطوطة في الصينية باينة كبيرة قوي كده، لا هي حلوة حجمها جميل. بالنسبة للحشوة اللي فيها كبيرة هي كده حلوة قوي. طبعا دي العجمية بقى الطريقة ديت. اه لسه بقى هعمل معاكم ان شاء الله، بوريلكم بقى النقشة جميلة بتنقشي من الجنب كده، بس بتخلي النقشة بارزة شوية. يعني حاولي تخلي النقشة بارزة معاكي كده وباينة، عشان ايه عما تستوى تبقى باينة برضو يعني ما تروحش البصمة بتاعت المنقاش كده، تبقى ايه باينة قوي. اعملي بقى على قد ما تقدري كده ايه زي ما انت شايفة كده. النقشة بقى اللي انت بتحبيها اعمليها. انا قلت بقى العجمية اعملها بالمنقاش كده، واعمل بقى الكحك هعمله بقى ايه بالمكبس ده، عشان يبقى تغيير، يعني يبقى ده حاجة وده حاجة، ده المنقاش ده حاجة واللي هي المكبس ده اللي بتحط فيه العجينة بيطلع لك منقوشة جاهزة، بيبقى شكل تاني غير ده. فانت حاولي نوعي وشكلي. بصي الكيلو ما شاء الله اعطاني ياما بصراحة، اعطاني صاجين كبار، الصاجين مليانين من كيلو، والله البركة دي بتاعت ربنا.
يعني ما تقوليش هعمل كيلو دقيق واحد، مش هيكفي. مثلا عجمية او كحكة او كده، لا. اعملي، لو عملتي كيلو والله صدقيني هيزيد معاكي وهيبقى جميل. لو من كل حاجة كده نوعتي وشكلتي، هتبقى تشكيلة جميلة معاكي. يعني انا الكيلو الدقيق ده اللي عملته ده، انا ما خدش معايا اي حاجة، يعني اي وقت بصراحة. سهل بقى، بدل ما تقعدي تعملي لو عملتي كمية كبيرة كنا بنقعدوا الاول نعمله كمية كبيرة، ونقعدوا بقى في البسكوت نقعدوا مدة يعني كام ساعة، ممكن من اول النهار لاخره تفضلي تعملي يومين تلاتة ما تخلصي حاجتك بقى، و... والجيران وهنا وهنا، وتفضلوا تعملوا مع بعض ياخد وقت. انت جربي بقى كده، الكيلو بقى سهل خالص، او 2 كيلو سهلين خالص بصراحة. انا يعتبر انا اكني عملت برضو 2 كيلو مش كيلو، لان طلعولي يعني زيادة عن 2 كيلو، يعني طلعولي حوالي 3 كيلو، او 2 كيلو ونص، حاجة زي كده. شايفين طبعا كبيرة وحلوة وتقيل، الساق تقيل طبعا مليان. هنا زي ما انتوا شايفينها كده خلصتهم كده، وعملتهم بقى النقشة دي. طبعا كل واحد ينقش بقى النقشة اللي طبعا اللي هو بيحبها. والله انا عملتهم كده وقلت ايه، يلا مش مشكلة بقى، يا رب تعجبكم النقشة بتاعتي ما تعيبوش عليها. النقشة دي بتاعت ماما ليلى بقى، معلش. انا حاولت يعني ابين النقشة قوي عشان ايه لما تستوى هنا بقى كنت حطيتها في الفرن زي ما انتوا شايفين، بس اشوفها كده لقيتها ايه، عايز اعمل لها وش بقى، اعمل لها وش بس كده. انا عملت لها وش اهوت. شايفين باين بقى لما عملت لها وش، باين بقت لونها جميل ازاي، والنقشة باينة فيه بصراحة. وريحته بقى، الله على الريحة بقى بتاعته بقى العجمية بقى، الحشوة بتاعت الكحكة بقى العجمية جميلة يا جماعة. ريحته تحفة تحفة تحفة. جربوا بقى الطريقة دي واعمليها كده، اعملي كيلو كده وجربيه، هتعجبك ان شاء الله، وهتلاقي طعمها جميل زي العسل. او هنا بقى رصيته بقى كده بعد ما برد شويه رصيته كده في السرفيس. السرفيس كبير على فكره، بس هو باين اكنه صغير. ده سرفيس كبير مدور كده. ده بقى الكيلو اللي احنا عملناه. طبعا مليان، سرفيس كبير اهو مليان على عينه، يعني حاجه كده ايه جميله. ورشيت طبعا عليه السكر كده البودره. طريقه جميله يا جماعه وسهله، وجربوها كده، وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي ايه رايكم في الجمال دوت. وما تنسونيش يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، في اللايك ودعمكم لماما ليلى. وبشكر اللي معايا جوه، من جوه مصر وبره مصر. بشكركم جدا يا حبايبي على دعمكم ليا، وعلى اللايك بتاعكم والاشتراك يا حبايب قلبي. وما تنسونيش بقى، ربنا يخليكم يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله كل فيديو جاي باذن الله هيكون على حاجات حلوه، هعمل لكم حاجات حلوه برضو، ومقادير بسيطه، وحاجات يعني مش مكلفه قوي. وقولي لي ايه رايكم بقى في الفيديو ده. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي.